السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هناخد جولة سوا بين أشهر الأكلات الألمانية في المطبخ الألماني اللي مكوناتها وطريقة التحضير بتاعتها حلال، وفي مطاعم في ألمانيا بتقدمها بضمان إنها حلال بالضوابط الإسلامية، وهنحكي القصة ورا كل أكلة. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول أكلة معانا اسمها غندا بغات فوست، سجق اللحم البقري المشوي. ألمانيا معروفة إنها أرض النقانق أو أرض السجق. في أكتر من 1500 نوع مختلف من السجق في ألمانيا، كل منطقة عندها وصفتها الخاصة، نورنبرج وبرلين وبافاريا. فبقى السجق رمز للتنوع جوه ألمانيا نفسها، وهتلاقيه بيتباع في كل مكان هناك زي الفول عندنا. وده بيرجع للقرون الوسطى عشان يلاقوا طريقة يحافظوا بيها على اللحمة من إنها تبوظ ويحتفظوا بيها أطول وقت ممكن. فالحل كان طحن اللحمة وتتبيلها بالتوابل والملح وحشوها في الأمعاء اللي هو السجق، وبكده اللحمة تفضل صالحة للأكل لفترة أطول. يعني السجق بدأ في الأول كوسيلة ذكية للاحتفاظ باللحمة أطول وقت ممكن صالحة للأكل. المكونات بتاعتها عندهم إيه؟ لحم بقري مفروم غندا هاك فلايش، بصل مفروم ناعم فاين جهاكتت زويبل، شوية توم، كنوبلاوخ، ملح وفلفل اسود، زالز und شفاتسا بفيفا، وجوزة الطيب، موسكاتنوس، وشوية بقدونس مفروم جهاكت بتاع زيليا. طريقة التحضير بسيطة جدا، هتخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس، وبعدين تتحشي في أمعاء طبيعية أو غلاف مخصوص للسجق، وبعد كده تتحط على الشواية أو في طاسة سخنة لحد ما تاخد لون ذهبي وريحتها تملى المكان. والقصة اللي ورا أكلة السجق في ألمانيا بدأت في مدينة نورنبرج في القرن ال14. كانوا بيعملوها صغيرة جدا، ليه؟ عشان الأهالي يقدروا يهربوها للمساجين جوه السجون ويدخلوها من فتحة الباب. والألمان عندهم مثل شعبي مشهور بيقول alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei. يعني كل حاجة ليها نهاية إلا السجق ليه نهايتين، اللي هو بيبقى مقفول من فوق مقفول من تحت. هو مثل شعبي زي نكتة كده. تاني أكلة معانا الكوغي فوست، السجق بالكاري. وتخلي بالك في حتة المكونات إن السجق يكون لحم بقري أو لحم فراخ حلال مش لحم خنزير، وكاتشب طماطم، وشوية مسحوق كاري دي بهارات عندهم، وخل تفاح، وشوية سكر بني، وبصل صغير مفروم. طريقة التحضير بسيطة جدا، السجق يتحط على الشواية أو يتقلي في طاسة لحد ما يتحمر، بعد كده يتقطع حلقات صغيرة، ونجهز الصوص اللي هو كاتشب على كاري على شوية خل على رشة سكر بني وبصل، ونغلي الخلطة دي دقيقة وبعد كده نصبها على السجق. والأكلة دي بتتقدم عادة مع بطاطس محمرة. والأكلة دي اخترعتها ست ألمانية اسمها هيرتا هويفر سنة 1949 بعد الحرب العالمية التانية. كانت عندها كشك صغير في برلين، فخدت من الجنود البريطانيين شوية مسحوق كاري ومن الجنود الأمريكان كاتشب، وخلطت الحاجتين مع بعض وصبتهم على السجق. ومن يومها والأكلة دي بقت أسطورة في برلين، والناس كلها بتحبها لحد النهاردة. تالت أكلة معانا اسمها كيزة شبيتسل، مكرونة شبيتسل بالجبنة. المكونات دقيق أبيض فايس ميل، وبيض آيا، ولبن أو مية ميلش أو دافاسا، وملح زالتس، وجبنة موتزاريلا، وبصل مقرمش غوست تسفيبلن. طريقة التحضير هتعمل عجينة من الدقيق والبيض واللبن مع رشة ملح، وبعدين العجينة دي تتضغط في مصفى أو آلة صغيرة اسمها شبيتسل هوبل على مية بتغلي، هتطلع لك قطع صغيرة شبه المكرونة. بعد كده تتحط في طاسة مع الجبنة وتدخل الفرن شوية،
وبعد كده يتحط فوقها بصل مقرمش، والنتيجة هيطلع لك طبق مكرونة والجبنة الموتزاريلا سايحة عليه وريحته تفتح النفس. القصة اللي ورا الأكلة دي بدأت في جنوب ألمانيا في منطقة اسمها شفابن. كانت زمان وجبة بيعملها الفلاحين في ألمانيا لأن مكوناتها رخيصة وموجودة في كل بيت، دقيق وبيض وشوية جبنة. والجنود كمان في الحروب كانوا بياخدوا معاهم أدوات بسيطة عشان يعملوا الوجبة دي في المعسكرات، اسمها وجبة الشبيتزلة. مع الوقت الطبق ده اتحول لواحدة من أشهر الأكلات التقليدية اللي بتتقدم حتى في المطاعم الكبيرة. رابع أكلة معانا الكارتوفل زلاط، سلطة البطاطس. المكونات بتبقى بطاطس مسلوقة ومقطعة، gekochte und geschnittene Kartoffeln، بصل مفروم، gehackte Zwiebel، وخيار مخلل، إسش جوكة، وبقدونس بتاع زيليا، وملح وفلفل. والصلصة بتختلف، في جنوب ألمانيا بيحطوا خل وزيت، وفي شمال ألمانيا بيحطوا مايونيز. طريقة التحضير: بنسلق البطاطس ونقطعها شرايح ونضيف عليها البصل والخيار المخلل والبقدونس، وبعدين نخلطها يا إما بخل وزيت أو مايونيز، وبكده تبقى السلطة جاهزة. سلطة باردة منعشة وسهلة وسريعة التحضير. القصة ورا الأكلة دي إن السلطة دي مرتبطة بعيد الميلاد في ألمانيا. كتير من العائلات هناك وخصوصا في جنوب ألمانيا بيعملوها كوجبة عشاء يوم الكريسماس مع السجق. ليه؟ علشان يوفروا وقت يقضوا يومهم مع العيلة والاحتفال بدل ما يفضلوا بالساعات في المطبخ. يعني السلطة دي مش بس أكل، لكن كمان رمز للتجمع العائلي ولمة الأعياد. خامس أكلة معانا والأخيرة أبفل شترودل، فطيرة التفاح. مكوناتها عجينة رقيقة ده تايج، وتفاح مقطع شرايح، جشنتنا إبفل، وسكر بني براونة تسوكا، وقرفة تسمت، وزبيب، روزينن، وجوز مطحون، جمالنا نوسة، وشوية زبدة بوتع. طريقة التحضير: بنفرد العجينة لحد ما تبقى رقيقة جدا، ونحط الحشو تفاح وقرفة وسكر وزبيب وجوز، ونلفها رول طويل ونمسحها بشوية زبدة، ندخلها الفرن لحد ما تاخد لون ذهبي مقرمش. وأجمل حاجة تتقدم سخنة ومعاها آيس كريم فانيليا. القصة ورا الأكلة دي فطيرة التفاح إن الفطيرة دي أصلها من النمسا في القرن التمنتاشر، وبالذات من فيينا. كانت حلو ملوكي بيتقدم للإمبراطور في القصور، ومع الوقت انتشرت في بافاريا وجنوب ألمانيا، وبقت أكتر حلو شعبي بيتقدم في البيوت والمطاعم. والجميل إنها كانت رمز الشتاء والعيلة، وريحة التفاح والقرفة وهي بتتخبز كانت بتجمع الناس حوالين السفرة، وبقت من روايح الشتاء في ألمانيا لحد النهاردة. وفي مثل ألماني بيقول Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern، يعني تفاحة في اليوم بتبعدك عن زيارة الدكتور. بالإنجليزي an apple a day keeps the doctor away. وبكده نبقى عرفنا أشهر 5 أكلات ألمانية حلال تقدر تاكلها. قولنا في التعليقات ايه أكتر أكلة فيهم تحب تجربها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.